مرحبا، يسعد لي كل اوقاتكم اعزائي متابعي قناة ايفا. ان شاء الله كلياتكم تكونوا بخير وسلام يا رب. وصفتنا لليوم هي نوع من المقبلات، وهي وصفة متكاملة. المقادير اللي بنحتاج لهاي الصلصة هي صلصة سلطة الحمص. اول شي بنحتاج ل 2 كوب حمص مسلوق، وبنحتاج ل 2 كوب ذرة. عنا هون نص باقة بقدونس، وعنا هون 1 حبة خس، خيار، 1 حب فليفلة، والبندورة ممكن تستعملوا الحب الكبير أو الصغير. وكمان بنحتاج لليمون، لعصرة ليمون، وبنحتاج للملح والكمون والسماق ولزيت الزيتون. أول خطوة بنبلش فيها، طبعا الأجواء برا ما شاء الله، أول خطوة بنبلش فيها بنشوح الحمص. وهون ضفنا الزيت الزيتون، رح نبلش نضيف عليها الحمص ونقلب فيها لحتى تاخد اللون اللي بدنا اياه. ونضيف عليها شوية كمون، وشوية سماق. ونقلب فيهم، وهيك صاروا عنا جاهزين. نتركهم على جنب. وهلا هيك صاروا عنا جاهزين، اخذوا اللون اللي بدنا اياه. نطفي الغاز ونتركها لحتى تبرد. وهلا بنبلش تقطيع الخضرة. طبعا نحتاج لحبة بصل كمان. نبلش تقطيع الخضرة، قطعها على شكل شرائح. أو مكعبات صغيرة نفس الشي. نحطها بالصحن. بلش تقطيع الخيار. فيكن تقطعوه ناعم أو قطع كبيرة حسب ما انتم شو بتحبوا. حبة تانية. هاي الوجبة اللي بيعمل دايت أو ريجيم، هاي وصفة متكاملة كمان للرياضيين. فيها فيتامينات مفيدة كتير. فيكن تاخدوها كمقبلات أو وجبة رئيسية. بلش تقطيع الفليفلة. ننظفها من جوا. حبيت كمان نفس الشي. هلا الفليفلة بدنا اياها تكون قطع مش كبيرة.
تكون حبات وسط أو صغيرة. خلصنا تقطيع الفليفلة، راح نبلش نقطع البندورة. طبعا ما راح نسويها قطع صغيرة، بس الأربع أقسام بنضيفها لنخلص كل الكمية. بلش تقطيع باقي الخضرة. خلصنا فرم البقدونس، بلش كمان نفرمها ناعم. فرمنا الشبت، باقي عنا الخس. بلش بفرم الخس. وهيك فرمنا كل الخضرة مثل ما شايفين. هلا نبلش نضيف شوية زيت الزيتون، وعصرنا الليمون. بنضيف عصير الليمون، بنضيف شوية كمون، شوية ملح، والملح حسب الرغبة. وبنضيف السماق. هلا بنضيف الذرة، نخلطها شوي. بنضيف الحمص، ونقلبهم سوا. حتى كل المكونات تندمج مع بعضها. طبعا الشكل والريحة ما شاء الله. وهيك صارت عنا جاهزة. بشوفكن طريقة التقديم. وهيك وصفتنا لليوم صارت جاهزة. ان شاء الله تنال اعجابكم. شوفوا لي الالوان. لا تنسوا تعملوا لايك وشير للقناة. وصفة سهلة وسريعة، ان شاء الله تنال اعجابكم.